زوار القناة السلام عليكم، تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث، والذي سيكون فيه الحديث على تصريحات نجوم المنتخب البلجيكي على المنتخب المغربي، بالإضافة إلى حقد صحفي بلجيكي على سليم أملاح، زائد ثناء موقع الكاف على ياسين بونو وأشرف حكيمي. وبدون إطالة، صرح كيفن دي بروين نجم وسط مان سيتي الإنجليزي قبل المواجهة المنتظرة بين منتخب أسود الأطلس ومنتخب شياطين الحمر، وأكد في هذا التصريح على أنه تنتظرهم مواجهة صعبة ضد منتخب يملك عناصر ممتازة جدا، وهنا يقصد المنتخب المغربي طبعا، كما لم يكن راضيا على الأداء الذي قدموه ضد منتخب كندا، وقال إن لم نتحسن سندفع الثمن غاليا ضد المنتخب المغربي القوي، وتوقع أن يكون اللقاء صعب جدا أكثر من مباراة كندا. فيما حارس ريال مدريد الإسباني والقوة الضاربة في المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا أكد أن الانتصار في الجولة الثانية من المجموعة السادسة سيمنح لهم بطاقة العبور إلى الدور الثاني من المونديال، وأكد أن هذه المجموعة صعبة جدا على جميع المنتخبات. فيما إيدين هازارد قال: أنا الآن أشعر بشعور رائع على عكس المباراة الودية التي أجريناها ضد المنتخب المصري، حيث لم نكن في المستوى المطلوب. ويأتي هذا التصريح بعد تحقيق الانتصار على المنتخب الكندي، ووصل حديثه قائلا: أتمنى أن نحقق الفوز على المنتخب المغربي ونتأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم. فيما المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي صرح سابقا بأن المنتخب المغربي يمتلك قدرات عالية، إذ يتوفر على لاعبين موهوبين يلعبون في مستويات عالية في أوروبا، وهو منتخب قوي يرغب في إظهار ذاته في منافسة بحجم كأس العالم. وجه أحد الصحفيين البلجيكيين والذي يبدو أنه ينتمي إلى نادي ستاندرد لييج انتقادا لاذعا لسليم أملاح بعد الأداء الذي قدمه هذا الأخير ضد المنتخب الكرواتي، حيث قال باختصار شديد: اللاعب قدم أداء باهتا وسيئا، وبالتالي النادي لن يستفيد منه ولن يبيعه بقيمة كبيرة في الانتقالات الشتوية. وهنا يتبين أن هذا الصحفي يرى في أملاح مجرد سلعة يجب أن تباع بثمن عالي، مع العلم أن إدارة نادي ستاندرد لييج حرمته من خوض المباريات وكانت سببا في غيابه عن التنافسية. رغم ذلك ما زالوا يفكرون في بيعه بقيمة تعود عليهم بالنفع. وكإشارة، عقد أملاح سينتهي في يونيو القادم، وبالتالي بإمكانه اللعب مع أي فريق، وذلك بصفة انتقال حر. ويذكر أن مباراة كرواتيا يعتبر فيها سليم أملاح أكثر لاعب مغربي ركضا في الملعب ب11 كيلومتر رغم غيابه عن التنافسية. وفي سياق مباراة المغرب ضد كرواتيا، نوه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقعه الرسمي بالأداء الذي قدمه الثنائي أشرف حكيمي وياسين بونو، حيث عنون الكاف على موقعه الرسمي: طريق مسدود في ملعب البيت، حيث يحتل المغرب كرواتيا. وأشاد الموقع بالمستوى الذي ظهر به ياسين بونو، حيث أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة. كما أشار أيضا إلى أن حكيمي تألق بشكل كبير خصوصا على المستوى الدفاعي، حيث لم يترك أي فرصة للخصم. وإلى هنا وصلنا إلى الختام. شكرا لكم على متابعة الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.